من اكتر المشاكل اللي بتقابلنا كلنا ان احنا بيتراكم عندنا طبقة اسمها البلاك فوق الاسنان. الطبقة دي بتتراكم عند كل الناس سواء كانوا مركبين تقويم او لا، لكن عند اللي مركبين تقويم بتتراكم اكتر. مشكلة الطبقة دي انها اول حاجة البكتيريا بتعيش جواها، وبالتالي بتسبب ضعف في طبقة المينا، وبعد كده يحصل تسوس في طبقة المينا، يعني تسوس في الاسنان. تاني مشكلة وهي انها بتسبب تراكم الجير عند الأسنان، وخصوصا من الداخل. تالت مشكلة ليها وهي إنها بتسبب التهابات اللثة. عشان كده بنشوف ناس كتير جدا مركبين تقويم وعندهم اللثة بتكون منتفخة أو ملتهبة، وده بسبب تراكم طبقة البلاك. إذا لازم ننظف الطبقة دي كويس جدا جدا وبصفة دورية. وفي الفيديو ده أنا هشرح إزاي الطبقة دي هتتنظف بالطريقة الصح وبطريقة سهلة، بحيث إن كل الناس اللي مركبين تقويم ما يتراكمش عندهم الطبقة دي ولا يحصل لهم أي مشكلة من المشاكل اللي أنا لسه قايل عليها. اول حاجه هي ان احنا هنجيب الفرشه ويفضل يكون حجمها متوسط، ولا صغير ولا كبير، ويعني ممكن تكون صغيرة او متوسط، الاتنين كويسين على حسب يعني حجم الفم قد ايه. بنحط الفرشة ديت بزاوية 45 على الاسنان. بنبدأ اول حاجة ننضفها هي الجهة العلوية من الفصوص. بنميل الفرشة بزاوية 45 ونبدأ نحركها حركة دائرية بسيطة، وننتقل من سنة لسنة بحيث ان احنا ننضف كل الاسنان وكل الفصوص ديت من الجهة العلوية. بعد كده بنعمل نفس الحركة برضو على الفصوص، لكن من الجهة السفلية، ونبدأ برضو نحرك الفرشة بحركة دائرية بسيطة جدا بحيث ان احنا ننظف الجهة السفلية. يبقى كده فاضل لنا من اليمين ومن الشمال، يعني الجنبين بتوع الفصوص دول. علشان ننضفهم بنستخدم فرشة تانية خالص، دكتور الأسنان اللي عمل لنا التقويم هو اللي بيديها لنا. بنحطها تحت السلك وبنبدأ ننضف الفصوص ديت من الجنبين. لو انت بقى من الناس الجامدة جدا واللي بتهتم بكل تفصيلة، وحابب كمان تنظف ما بين أسنانك نفسها، فانت عارف ان انت المفروض هتستخدم خيط الأسنان. لكن هيواجهك مشكلة وهي انك مش عارف تدخل الخيط بسبب السلك اللي محطوط على الأسنان، وبالتالي هنا هتشوف بقى ازاي هتستخدمه. اول حاجة هتدخل الخيط من تحت السلك، وبعد كده هتحطه بقى او هتبدأ بالراحة تزحلقه ما بين الاسنان لحد ما توصل لاول اللثة. بعد كده هتشيل الخيط تماما بدون اي ما تجريح في اللثة، بسهولة جدا وببساطة جدا. وبكده يا سيدي هتبقى عرفت ازاي تنظف اسنانك وتنظف التقويم بتاعك من كل الاتجاهات، وكمان تنظف ازاي ما بين الاسنان. واتمنى الفيديو يعجبك، ويا ريت ما ننساش نصلي على حبيبنا النبي، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.